طيب لكم يا جدعان، ده فيديو جديد عن طريقة ازاي تخلي تليفونك الاندرويد ده تقلبه لايفون. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. ايه مبدئيا كده لازم أن تسمع الفيديو لغاية الاخر، لان الملفات اللي هتكون في الفيديو هتكون بباسورد. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ طيب مبدئيا كده وقبل اي حاجة، الفون زي ما انت شايف كده عربي. علشان تقدر آه، تشغل شكل الايفون فيه، لازم أن تغير الفون ده وتخليه انجليش، بان انت تدخل على الاعدادات من هنا كده وتدور ازاي تخلي التليفون انجليش. انا اصلا يعني ناسي هي بتتعمل منين. تمام، بس هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب احنا هنفتح الاعدادات الاضافيه ديت وتضغط عليها، هتجيب اللغات والادخال. تمام، وتجيب اللغات من هنا كده وتشوف فين اللغه بتاعت الانجليش بتاعت اليونايتد ستيت وتضغط عليها وتفعلها. طيب هتسيب التليفون كله لغايه ما ياخد على الوضع وكده وتطلع. تمام، قبل بس ما يطبق الانجليش على الفون كله، وهنبدأ نكمل تاني. طيب تمام كده خلاص، الفون اتقلب انجليش. هنرجع بقى تاني كده ونفتح مدير الملفات اللي عندنا. انت قبل اي حاجة الملف هيكون بباسورد عشان تكون فاهم. انت هتفتح الملف من هنا، وبعد ما تكتب الباسورد هو يطلب منك باسورد هتكتبه وانا هقولهولك في الفيديو دلوقتي. بعد ما تكتب الباسورد هيظهر لك الثلاث برامج دول. طبعا الثلاث برامج دول برامج معدلة، الثلاثة دول اصلا موجودين في المتجر، بس انت عشان تجيبهم من المتجر وتحاول ان انت تشغلهم عندك على الجهاز، فهتلاقيهم بيهنجوا منك بعد فترة، وتلاقيه اصلا بيفصل. لو جيت سبت التليفون فترة ولا حاجة، ساعة ساعتين، وجيت تمسكه تاني هتلاقيه راح جاي ايه مرجع لك التليفون لوضع الاندرويد تاني. فبالتالي انت كده ما استفدتش حاجة. فبالتالي البرامج ديت بتثبت لك وضع الايفون مدى الحياة لغاية ما انت تروح تمسح البرامج بقى. تمام. طيب اول برنامج ده هو يحول لك التليفون كله الايفون. اول برنامج هو اللي هيحول كل حاجة. تمام. تاني برنامج بقى هو اللي هيغير لك شكل الاشعارات، اللي هو الشريط اللي فوق اللي باين قدامك ده. تالت برنامج ده بقى، ده اللي هيجيب لك خلفيات اللي هي بتاعه الايفون. يعني هيسمح لك ان انت تجيب خلفيات اللي هي موجوده في ايفون 14 وكل الفيرجنات التانية، وتقدر ان انت تشغله على اي نسخه او على اي، تقدر تختار اي خلفيه يعني عادي. تمام. فانت كل اللي عليك اللي انت تثبت تاني برنامج اللي هو الستاتي بار. تمام، هتضغط عليه وتقول له تثبيت، هتسيبه لغايه ما يخلص تثبيت، ومش هنستعمله دلوقتي. يعني احنا هنثبته وهنسيبه عندنا على الجهاز ومش هنستعمله دلوقتي. هنستعمل ايه بقى؟ هنستعمل اول جهاز خالص، اللي هو اول برنامج اللي هو اي لانشر اللي فوق خالص ده. طبعا جنب كل واحدة هتلاقي مكتوب كلمة بريميوم. بريميوم ده اللي هو مدفوع او مجاني، فده بيخليلك ان البرنامج يعمل معاك بصلاحية كويسة جدا ويبقى كويس يعني. احنا كده ثبتنا البرنامج ده. يعني انت اول خطوة تعملها ان انت هتثبت البرنامج ده. تاني خطوة بقى ان انت تثبت اول برنامج ده اللي هو الاي لانشر. هتضغط عليه كده وتعمل نفس اللي احنا عملناه وتضغط تثبيت، وتسيبه لغاية ما يخلص تحميل معاك خالص، وهنطلع نشوف هو نزل فين ونفتحه ونشوف احنا هنعمل ايه في البرنامج ده دلوقتي. طبعا البرنامج امن زي ما انت شايف، هو اتحقق من الامان بتاعه. وطلع البرنامج كويس يعني. فانت هتطلع من البرنامج عادي وتطلع بقى بره خالص. تمام، تروح جاي عامل ايه، داخل كده وتشوف البرنامج فين. ده اول برنامج احنا نزلناه. تمام، اللي هو قلنا مش هنستخدمه دلوقتي. ده بقى البرنامج اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. طيب هنتعامل على ده ازاي بقى؟ انت كل اللي عليك اللي انت تفتح البرنامج زي ما انت شايف كده، هيظهر لك الواجهه اللي انت شايفها دي. هتضغط على كلمه نيكست، وبعدين نيكست، وبعدين نيكست تاني، وتفضل تضغط على اي نيكست تجيلك لغايه ما يجيب لك الواجهه دي. هتقول له كلوز، وبعد كده تقول له اوكي، بعد كده اديله الصلاحيات اللي هو allow. بعد كده لو جاب لك اي حاجه تاني برضو قول له كلوز. ليه؟ لان هو بيوديك على الموقع بتاع المطور، فانت سيبك من كل ده. انت كمل زي ما انا بعمل واضغط على اي كلوز تجيلك، بحيث تقدر ان انت تفتح البرنامج وتقدر تمشي فيه صح يعني. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى ديت الواجهه بتاعت البرنامج بقى. انت بعد ما انت فتحت البرنامج تمام، انت بتضغط على اول واحده اللي هو اللوك سكرين، اللي هو الخلفيه بتاعت الامان اللي هو بتاعت القفل. تضغط عليها وتجيب اوكي، هيجيب لك الواجهه اللي انت شايفها دي. هتروح جاي معلم على علامه الصح دي واضغط اوكي.
حلو الكلام. انت ضغطت عليها وفعلتها، بعد كده تخش عليها تاني. بعد كده هيطلب منك اول واحدة ديت اللي هي الكاميرا بريميشن، اللي هو عاوز منك صلاحية الوصول للكاميرا. فانت تضغط عليها وتديله الصلاحية بتاع الوصول للكاميرا. بعد كده تاني واحدة فتح لك الايه اللي هي الليسن نوتيفيكيشن، اللي هو عاوزك تديله صلاحية ان انت تسمع الاشعارات اللي جايالك. فانت تضغط عليها وبرضه هتشوفها موجودة فين، وتروح تديها الصلاحيات. ده اهو البرنامج اهو، تروح جاي مديله الصلاحيات زي ما انت شايف كده، وتستنى لغاية ما العداد يخلص وتضغط اوكي بعد ما الثواني دي تخلص. طيب الثواني خلصت، ضغطنا اوكي وفعلناها خلاص والدنيا تمام. تطلع بقى بره هتلاقيها خلصت تمام. بعد كده تالت واحدة اتفتحت لك اللي هو درو اذر ابس، اللي هو تتحرك ما بين البرامج وكده، وتقدر ترسم بالقلم ما بين البرامج، وتقدر تعمل علامات وكده. فانت بتضغط عليها برضو وبتديها الصلاحيات، يا اما بتدي الصلاحية للميزة ديت او بتدي الصلاحية للبرنامج في العموم. فانت بتدور على ان البرنامج فين زي ما انت شايف كده، وبتبدأ تديله الصلاحية بتاعته وبترجع. يعني كل اللي بيحصل ده اصلا مجرد صلاحيات واذونات البرنامج طالبها منك، فانت لازم ان انت تديها له. تيجي على الاخيرة وتضغط عليها وتضغط هنا كده وتديله ايه الصلاحيات تمام. لحظة تمام. انت بتضغط عليها وبتيجي على اخر واحدة دي كده داونلود اب، وتضغط على اي لانشر دي كده، تروح جاي مفعلها وتستنى برضو لغاية ما يخلص وتفعل له العلامة ديت، وتستنى لغاية ما علامة الاوكي ديت تظهر لك، وبعد كده تضغط على اوكي تمام وتفعل دي برضو. ده لو انت محتاجها، يعني مش محتاجها خلاص يعني تقدر تقفلها، بس انا مش محتاجها تمام. فظهرت لك الواجهة دي، هتعمل ايه بقى؟ تضغط على اول واحدة دي كده، بيظهر لك زي ما انت شايف كده اللي هو اللوك سكرين بتاع خلفية شاشة القفل. هل انت محتاجه ولا لا؟ ترفع بس بالشاشة لفوق كده وخلاص الموضوع انتهى. بعد كده بقى بيوجهك للصفحة اللي بعد كده تمام. هنسيبه بس يخلص تحميل وبعد كده يوجهنا للصفحة اللي بعد كده على طول تمام. بعد كده بقى enable lock screen، لو انت عاوز تفعل الشاشة بتاع اللوك سكرين ديت تفعلها عادي، تضغط على دي كده انت خلاص كده فعلتها تمام. لو انت بقى محتاج ان انت تعمل باسورد مش باسورد والشغل ده براحتك، انا مش محتاجها اصلا فهقفل حوار الباسورد ده ونطلع بره. طيب احنا كده خلصنا اول واحده اللي هي اللوك سكرين، انا دخلت على تاني واحده اللي هي النوتيفيكيشن. هنبدا طبعا نفعل النوتيفيكيشنز من هنا، نضغط على دي كده اتفعلت. الحجم شوف برضو انت عاوز تلعب في الحجم ولا لا من هنا تمام. ده في الحجم بتاع النوتيفيكيشن تمام زي ما انت حابب برضو تمام. في الاخر تقول له دن. اللون لو عاوز تغير اللون براحتك. الاهتزاز لو انت عايز ان اي نوتيفيكيشن يجيلك هزة في الجهاز كده قشطة. مش حابب برضو براحتك، انا مش حابب فهطلع. الويلو بيبر طبعا هتقول له سماح، هو يبدأ يحدد الموقع بتاعك فتقول له دونت الاو، بس اديله الصلاحية لأي حاجة تانية تمام. الكنترول سنتر اللي هو مركز التحكم بقى، زي ما انت شايف كده انت اول واحدة بتضغط على ديت وتديها الصلاحيات. انت تعمل زي ما انا بعمل بالظبط تمام بحيث ان هو يشتغل معاك. وبعد كده تضغط على اول واحدة من هنا كده تمام. وباقي الحاجات التانية برضو زي ما احنا كنا مفعلين، لو محتاج يكون يظهر علامة الفايبريشن انت حر، مش حابب خلاص براحتك، يعني دي حاجة ترجع لك انت تمام. زي ما انت شايف اهو تقدر تفعل الفايبريشن او لا، وتقدر تغير في الالوان والسايز زي ما تحب. طيب النقطة بتاع الايه النوتش، لو انت حابب ان انت تظهرها تتك عليها، هي ظهرت هنا اهي لو ظهر لكم يعني في الفيديو تمام. طبعا بقى بتقدر تحدد من خلالها ايه الحاجات اللي ظاهره لك، يعني زي ما انت شايف كده، يعني دي كل الحاجات اللي ممكن ظهر لك في قلب اللي هو النقطة دي تمام. تمام نطلع بقى بره، نيجي بقى لأهم واحدة تمام اللي هي الدايناميك ايسلاند. تضغط عليها وتديها الصلاحيات، هي ظهرت لك فوق تمام زي ما انت شايف كده تمام. انت كده فعلت الميزة دي، هتطلع بقى وتيجي هنا وتفعل الاي لانشر بحيث ان هو يقلب لك الفون كله بقى الايفون يا صاحبي. انت كده خلاص قلبت التليفون كله لايفون، بحيث ان انت خليت واجهة المستخدم كلها ايفون تمام زي ما انت شايف اهوت كل حاجة اتعدلت. بص
كل البرامج بقت شبه الايفون بالظبط، كل حاجه بقت ايفون. ولو ضغطت على اي ابلكيشن هيجيب لك الواجهه اللي انت شايفها دي كده. تمام، كل حاجه حرفيا بقت ايفون. حتى لو ضغطت على اي هيجي لك برضو ان هي بقت شبه الايفون. طيب احنا هنطلع، تمام، حلك بقى من كل ده. تمام، ونجيب برنامج الاي لانشر اهو، هنضغط عليه بحيث ان احنا نكمل اللي احنا كنا بنعمله. تمام، لاي اوت اللي هو بتاع الايقونة، تلعب بقى انت في حجم الايقونة، عايز تغير في كده مش عايز براحتك، يعني دي حاجة ترجع لك انت. عاوز طبعا تخلي الشكل دارك ولا تخليه اللايت سيم، طبعا اللي انت حابه. تمام، انا طبعا مش حابب ده فانا هخليه لايت سيم. تمام، طبعا الويل بيبر هو بيجيب لك هنا ويل بيبر، يعني في كذا واحدة انت تقدر تختار ما بينهم. تمام، طبعا يعني هي اللي ظاهر ده، تمام، ظاهر لان انا فاتح الواي فاي، لان انا عندي نت. لو انت قافل الداتا وانت بتجيب الخلفيات طبعا كل ده مش هيظهر لك، فانت لازم تكون فاتح نت بحيث الخلفيات دي كلها تجيلك. تمام، الخلفيه ديت هي الوحيده اللي مجانيه، اللي هي اللي فوق دي. لحظه، دي ببلاش، يعني انت ممكن تختارها عادي، فانا هختارها بحيث ان الراوتر عندي اصلا بيفصل، فممكن يفصل في اي وقت. ماشي، هنطلع بقى بره ونبدا ان احنا نشوف الباقي. تشينج ايكون، بعد كده تقول له اوكي، بيبدا ان هو يغير لك كل الايقونات اللي هي بره. هتصبر عليه لغايه ما يخلص خالص. حتى بص، كل حاجه اتغيرت وكل حاجه اتظبطت معايا. ماشي، هنرجع تاني للبرنامج ونطلع لفوق. change label، لو انت محتاج تعدل اي برنامج معين في البرامج اللي قدامك دي كلها انت تقدر تعدلها عادي جدا، بس انا مش حابب اعدل حاجه. اب library برضو كله نفس الحوار. تمام، تمام. hide apps، لو انت حابب ان انت تخفي اي ابلكيشن من الابلكيشنات اللي عندك دي كلها تقدر برضو تخفيها عادي، مفيش اي مشاكل. تمام، وديت تفعل دول. تمام، بس على ما اعتقد كل حاجه كده اتفنشت وبقت كل حاجه تمام. كنسل. تمام، كده الفون كله اتحول لايفون زي ما انت شايف كده. حلو، دي طبعا شكل الاشعارات. تمام، طيب عايزين بقى نروح للابليكيشن اللي احنا كنا نزلناه قبل كده، اللي هو بتاع التغيير بتاع شريط الاشعار. عايزين نغير شريط الاشعارات، هنجيبه منين بقى؟ ثواني هنشوفه كده. تمام، التطبيق اهوت، ده التطبيق. تمام، لحظة. تمام، انت بتفتح التطبيق من هنا كده، تستنى لغاية ما يخلص، بعد كده تروح جاي دايس على اوكي، تديله الصلاحيات وتقول له اكسبت، تقول له اوكي كمان، تسيبه لغاية ما يخلص تحميل خالص. تمام، وبعد كده تدوس على المربع الازرق ده، هيجيب لك التطبيق وهو عندك في التطبيقات، بحيث ان انت تديله الصلاحيات بتاعته. انت بتطلع وبتدور على التطبيق. تمام، لو جيت بصيت على الاي لانشر ده انت اصلا مديله الصلاحيات، فانت محتاج تدي للتطبيق التاني، فانت تضغط تاني وتدور على اسم التطبيق اللي عندك اللي هو بتاع شريط الاشعار وتديله الصلاحية بتاعته اهو. تديله كده الصلاحية وبعد كده تطلع. انت كده خلصت، تخش تاني على التطبيق، هتسيبه بقى لغاية ما يحمل ويبدأ يجيب لك الخلفية اللي بعد كده. فكك ده يا علاء. بعد كده تاني واحدة المربع الازرق برضو هتضغط عليها والداونلود اب، وده تروح جاي دايس هنا وتروح جاي مفعل دي وتقول له اوكي، وتفعل على العلامة ديت وتستنى لغاية ما الاوكي تخلص وتضغط عليها. تروح جاي دايس على اوكي، كده انت خلصت. تطلع بره وتقول له اوكي، تقول له
allow. لو انت خدت بالك شريط الاشعار اللي فوق اتغير اصلا وبقى ايفون. تمام، زي ما انت شايف النوتش اكونت، النوتش فيو، والستيت بار كله ظهر. تطلع بقى بره كده وتنزل الشريط. تمام، ومن هنا بص كل حاجة ظبطت. تمام، كل حاجة بقت تمام. وبس كده يا صاحبي، نكون كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وقلبنا التليفون كله ايفون وكل حاجة بقت تمام. في جزء تاني بقى من الفيديو ده هيتقال، بس اللي هو تطبيقات بقى، في تطبيقات معينة ما اتغيرتش هنا، فاحنا لسه هنغير التطبيقات دي. تمام، الفيديو ده لسه هيجي. سلام. طيب بص بقى، انت بعد ما انت تنزل الملف هتلاقي عندك كده، هتضغط عليه ضغطة واحدة وهتروح جاي دايس على عرض برنامج الارشيف. بعد ما بتدوس على عرض برنامج الارشيف لازم تكون منزل البرنامج اللي هو الاخضر اللي انت لسه شايفه دلوقتي ده. تمام، بتطلع بره خالص وبتضغط تاني. انا هوضحه لك. البرنامج ده زي ما انت شايف اسمه زد ارشيف. بعد ما تضغط عليه تضغط على الملف اللي انت شايفه ده. بعد كده بتضغط على اي واحده من اللي قدامك دول الثلاث برامج اللي احنا شارحينهم في الفيديو. تضغط على اي واحد منهم. بعد كده بتروح جاي دايس على كلمه استخراج اللي هي تحت خالص دي. بعد ما بتدوس على كلمه استخراج بقى يا باشا بيجيلك اللي انت تكتب الباسورد اللي احنا قلناه في الفيديو. فانت بتعمل استخراج بس الاول وهيطلع لك الملف بره. تمام، اي تطبيق منه هيطلع لك بره. بعد كده احنا مثلا هنشوف اي مكان نحط فيه التطبيق ده بحيث ان احنا نعرف نجيب المكان اللي هنكتب ماشي، فيه احنا الباسورد. دلوقتي هنشوف اي مكان هنا بحيث ان احنا ننزل فيه البرنامج، مثلا هنا في السمات، وهنضغط هنا استخراج. جالك المكان اللي هتكتب فيه الباسورد. بقى الباسورد انا قلت في الفيديو على طريقة متقطعة. انت شوف بقى اسمع الفيديو عشان تعرف الباسورد هيكون ايه، وتروح جاي كاتبه هنا والبرامج هتفتح معاك وتقدر تطبق الطريقة اللي احنا شرحناها في الفيديو. بس كده، سلام.